السلام عليكم، واش راكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير. جبت لكم اليوم وصفه يعني محبي الشوكولاته راح يبردوا قلبهم فيها. هاد الوصفه هي معروفه باسم بيسكوف كوكي باي. دونك هاد الوصفه هذه تعتمد على يعني عجينه تاع لي كوكيز. ما نطولوش على بعضنا ونروح نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. هنا واش عندي 200 غرام من الزبدة، عندي 250 غرام من السكر، من الأحسن ديروا السكر البني، عندي حبيبة تاع البيض كاملة، عندي 200 غرام تاع الشوكولاتة، يعني تقدروا ديروا لي بيبي دو شوكولا، هي أصلا تندار بلي بيبي دو شوكولا. انا ما كانت عندي كذلك 350 غرام تاع الفرينه، وراح نحتاج ملعقه من الفانيليا وملعقه او نصف ملعقه تاع البيكربونات. انا ما كانت عندي درت خميره تاع الحلويات. دونك نعاودوا يعني نذكركم بالمقادير وميم طون نخدموا. هنا راح نحط لا مارغارين مع السكر ونسي بيان سور نميلونجي بيان هاد لي زانغريديون مع بعضهم، يعني السكر على الاقل نحاول اني كيفاش نسي نذوبو. فوالا، هاي ليكم هنا فقط الفيديو راه مسرع. بعدها راح نحط هذيك الحبيبه تاع البيض كيما راكم تشاهدوا معايا. هنا البنات بما انه ما كانش عندي سكر رحت درت هاد الفانيليا اللي فيها لون، يعني راح تعطي لون لهاد الكيكه ولا هاد لي كوكيز بشكل تورته. دوك تشوفوها معايا، يعني راهي متوفرة في الأسواق، نستعملها بكثرة. أنا بزاف نحب يعني القارورة اللي راهي تتباع في المحلات تاع الفانيليا، تاع عطر الفانيليا، تجي بزاف عندها ريحة ما شاء الله. هاي ليكم راح تلاحظوا باللي اللون راهو يتغير. بعد هاي البنات نضيف قبل الفرينة، يعني هذه المرحلة لازم يعني تكونوا حريصين عليها. نضيف قبل الفرينة باش نضيف الشوكولاتة. هنا البنات الفرينة قلنا 350 غرام، دوك كل وحدة والفرينة اللي راح تستعملها. انا هنا استعملت الفرينة سيم، يعني تعمدت اني نستعملها لانه لا بلوبار تاع لي زالجيريان يشريوها، يعني ماهيش مكلفة. وزيد هنايا البنات انا حطيت نصف ملعقة صغيرة من خميرة الحلويات، هي اللي تجي احسن لو انك ديري بيكربونات. انا البنات هنا ما كانت عندي، سي بوغ سا درت الخميرة. فوالا راني نسيي ندخل هذيك الفرينة غير بالعقل، من هنا الكاميرا كانت قريبة بزاف ليا، دونك سي بوغ سا يعني متولهتلهاش. الحاصل الفكرة راهي واضحة والوصفة راهي واضحة. بطبيعة الحال راح نخلي لكم المقادير في صندوق الوصف، لانه كي نكونوا في حاجة تاع غراماج يعني ماذا بيا نحطها في صندوق الوصف. هاي ليكم شوكولا حطيتها كيما راكم تشاهدوا، ومن بعد نقعد نميكسي غير بالعقل. راكم تشوفوا بلي لا تيكستور تاع لاباط شويه تتلاصق ماشي حاجه. بعدها يا بنات انا اخترت ندير هذا المول، تقدروا تستعملوا اي مول عندكم. هاي لكم هنا راح نحتاج كميه من شوكولاته الطلي. البنات يعني انا نفضل لو انكم ما ديروش كونتيتي بزاف في الحشو ديالها، لانه تجيب فريمون تقهم. لكن البنات اللي يموتوا على الشوكولا يديروا ما يخافوش. كذلك تقدروا ديروا لها الكراميل، تقدروا ديروا لها زبدة الفول السوداني. يعني كاين بزاف بزاف فوغاج يقدر يندار في يعني هاد الكيكه، لكن هي بما انها كيكه خاصه بالشوكولاته راح نديروا لها شوكولاته تاع الطلي. نحكموا كميه نسيو نطريوها غير هكذا غير بالعقل بيدينا. بون انا هاد المول ديالي كنت درت له شويه زبده وشويه فرينه باش يعني نضمن يعني 100% ما تلصقليش في القاعده. قلنا نسحقوا كمية نديروها في القاعدة، أكيد لازم نطلعوا للأطراف لأنه بما أنه راح نديروها كحشو. تقدروا أكيد هاد الوصفة ديروها كريات وطيبوها في الفرن عادي جدا. فوالا راكم تشوفوا كيف بلي راني نسيي نطلعها في الحواشي باش نحشيها بالشيكولا.
والكمية الباقية يعني ما حش نحتاج كمية كثيرة لأنه راح نفتح غير فقط على الواجهة اللي راهي فيها شوكولا. دوك تشوفوا كلش في الفيديو لأنه راهو موضح جيدا. هاوليكم راني نيطالي فيها هنا البنات. انا بعد ما درت لها شوكولا هاد الكميه وزدت نقصت. يعني نتوما حاولوا انكم ما تكتروش، يعني البنات اللي ما يقدروا لهاش وما تنساوش بلي هاد الكيكه اللي البنات يعني تاكلي وتوكلي لانها تقهم. فوالا اكيد تقدري كيما قلت لك ديري لها واش حبيتي لداخل. تقدروا كذلك ديروا فيها مثلا زبيب، يعني ديروا بها واش حبيتوا لداخل. بعد ما كملت ايطاليت هذيك الشوكولا شديت الكميه اللي قعدت لي ورحت يعني بشويه تاع فرينه ماشي حاجه. راكم تشوفوا بلي بلون دو طرافاي دايوغ انا ما رماركيتش بلي ماهيش تبان فريمون في الكاميرا، سمحوا لي على التصوير هذايا اللي ماشي بالعاني درتو. دونك فوالا نحاولوا يعني حاجه بسيطه ما فيهاش يعني تكنيك ولا تفتحوها غير هكذا غير بالعقل وتروحوا تغطيو الكيكه ديالكم. كيما راني نوري لكم. اكيد راح تكون رهيفه ما فيهاش يعني. هنا كنت نسي نشوف الا كان راهي تكفي باش تلحق لي لي باوين نلصقها مع بعضها. شفتها غير بيديا هكذا كرفتها ميزتها عاودت ايطاليتها مليح وحطيتها غير بالعقل. ما فيهاش يعني فيهاش بروبليم انك لو كان زعما هكا شويه تتفتح لانه راح هاد العجينه راح تتلصق مع العجينه يعني تلصق مع خدها في لي بور كيما راكم تشوفوا معايا هنا في الفيديو. راني نوري لكم بلي هنا راح نلصقها. فوالا يعني الكاطو هذا اسهل منه ما كاش يعني تحضريه في غمشة عين. اكيد تقدر طفله صغيره في داركم يعني سواء اختك سواء بنتك يعني الطفله صغيره تحضروا عادي جدا. فوالا يا بنات بعد ما وجدتها نحطوها في الفرن يكون مسخن من قبل اكيد على درجه حراره 180 درجه وطيب من 15 دقيقه حتى 20 دقيقه كاقصى حد. اون فوا تشوفوا الحواشي بداو ينشفوا شويه تشعلوا لها الفوق تحمر ابان وتكون هاي ليكم وجده معنا تجي بزاف بزاف بنينه. يعني الفكره هذه بسيطه وعلى بالي بلي لو كان راح تجربوها اكيد راح تعجبكم. نسيت هنا نوريكم القوام تاعها يعني يجي تفتت كيما الكوكيز. حاولت اني نجيب لكم فكرة من الافكار اللي كانت عندي وحاولت اني نبارطاجي معكم واش راني ندير كاطباق في بيتي لما لا. ان شاء الله الفيديو تاع نهار اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما بقى لي في هذا الفيديو غير اني نقول لكم تهلاو في رواحكم. ما تنساوش تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس تخلونا ارائكم في التعليقات تدعموني بلي لايك والسلام.